بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو خفيف كده على قلوبكم كده. بسرعه بسرعه هنعمل صينيه جلاش باللحمه المفرومه. حلوه جدا وسهله وبسرعه، وانا كنت عاملاها مع كبده، بس طبعا انا مصوره معاكم قبل كده الكبده. ف يعني قلت بقى اصور الجلاش بس. آه كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. كل يوم في رمضان عايزين فيه جديد وتغيير. آه النهارده بقى ايه؟ هعمل زي ما قلت لكم صينيه الجلاش. هنا حطيت اللحمه تتعصج. اللحمه دي عباره عن لحمه مفرومه وبصل وتوم وطماطم وفلفل اخضر. بس انا فرمتها طبعا وحطيتها على طول، لان ايه، مش مستاهله يعني ايه اقول لكم مقادير، لان هي مقاديرها معروفه وكلنا بنعرف نعصج اللحمه. فحبيت اقولها لكم كده على طول. يعني هي لحمه وبصل، وعلى حسب كمية البصل بقى لو تحطيها حطيها مش هتفرق، وتوم وطماطمايه واحدة وفصين توم وقرن فلفل حامي. بس دي المقادير، وشوية زيت او قطعة زبدة، وخلاص على كده. ده الجلاش ده بجيبه من الفرن، حلو جدا، احلى من بتاع السوبر ماركت خالص. بالشكل ده كده. انا ده نص كيلو هقسمه، هاخد نصه اعمل بيه الصينيه دي. مش هعمل نص كيلو كله، لان طبعا الصينيه اللي أنا عاملاها مش كبيره قوي، فعلى حسب بقى انتي ايه الكميه اللي انت هتعمليها. انا كنت عامله عصقت لحمه فطلعت كتيره، فما حطيتهاش بصراحه كلها. وانا كنت عايزه صينيه واحده، فعملت صينيه واحده ايه جلاش بالشكل ده كده. انا هوزع الجلاش بالشكل ده، يعني هحط نصه في القعر ونصه بره، علشان ايه؟ اقفل بيه الصينيه. حد بقى هيقول لي طب انت ليه ما بتحطيش سمنه بين الرقات وبعضها؟ انا ما بحطش سمنه بين الرقات وبعضها. انا في الاخر خالص بس ايه بخليط هقول لكم عليه دلوقتي. هو ده اللي بسقي بيه. لكن انا ما بحطش سمنه بين الورق الجلاش وبعضه بالشكل ده كده. انا حطيت دلوقتي يعني يجي 6 رقات كده، ست جل اه 6 ورقات جلاش. حطيت في كل جنب من الصينية حطيت 2. انا فرداه بالشكل ده عشان اقفل بيه. هي حاجة سهلة كده وبسيطة وما بتاخدش وقت جدا خالص معاكي، يعني هي 5 دقايق بالظبط بتكوني عاملة الصينية دي، وبتبقى جميلة جدا وكله بيحبها، يعني ما فيش اختلاف عليها بجد. عايزه اقول لكم ان انا تتبيله اللحمه ما بحطلهاش اي حاجه خالص غير فلفل اسود وشويه بابريكا وشويه بهارات خالص. ما بحط، بحب ايه يبقى طعم اللحمه باين. البهارات الكتير يا جماعه بتغير طعم الاكل. كده انا هوزع كده بالشكل ده، هوزع كده بالشكل ده. انا قلت لكم هنا ان اللحمه جت كتير فمش هحطها كلها. وعايزه اقول لكم كمان ان انت لما بتحطيش زبده او سمنه بين الطبقات، الجلاش بيبقى خفيف مش تقيل، مش تاكلي منه حته وتقولي خلاص يعني تعبت وكده، لا، بتحسي ان هو خفيف معاكي وحلو جدا. الحركه دي حلوه قوي. التكه اللي انا عاملاها دي ان انا حطيت شويه ايه جبنه موتزاريلا كده في النص، بجد مخليه طعمه في حته تانية خالص. هيعجبك جدا جدا لو عملتيه كده. انا حطيت كده شويه، هتسيح طبعا جواه، وهتديله كده طعم جوسي كده وتحفة. كده هقفل كده. ما تخافيش بقى وانت بتقفلي كله كده على بعضه، لا تقولي بقى حتة تتقطع او حاجة، لا مش هتفرق. انا هنا هحط ورقة على الوش هتخبي الحاجات دي كلها، ومش هتبين فيها اي قطعة ولا اي حاجة بالشكل ده كده. انا عارفة طبعا ان كلكم بتعرفوا تعملوها وكده، بس انا حبيت ايه اشاركها معاكم بالشكل ده كده. انا كده شوفي بجيب ازاي، بحطها كده، حطيتها على الوش كده، وبرفع الجلاش كله من تحت كده لفوق، وبدخل الورقة دي تحت خالص، بحيث ان هي تبقى لمالي كده الصينية كلها بالشكل ده كده.
انا ارفعي كده ما تخافيش خالص، انت بتعملي كده علشان تحافظي على شكل الصينيه من فوق. عامه الجلاش لما بتسقيه بيدخل كله ببعضه وما بيبانش خالص اي حاجه فيه مقطوعه او كده. دلوقتي هوريكم الخليط اللي انا عاملاه. ده لبن على شوربه على حته قطعه زبده كده كبيره وشويه بودر. ايه ده بقى بودر؟ بودر ازاي؟ ايوه البودر بيديله توريقه حلوه جدا، بس حبه صغيرين يعني ربع معلقه كده، بيديله توريقه حلوه جدا. بتحس ان انت بتاكلي حاجه خفيفه كده، وحتى وانت بتسويه في الفرن بتحس ان الجلاش معاكي بقى مرفوع شبه الكيك كده. هي دي قطعه الزبده بس اللي هنستعملها كده، هنوزعها على الوش كده عشان نحمره. مش هحط بيض، انا مش هحط بيض، انا حطيته الزبده والخليط اللي انا قلتلك عليه ده طلع لي بالشكل ده. شايفين بقى الحلاوه عامله ازاي؟ شايفين الجمال؟ مقرمش من بره وطري من جوه. اللي مخليها كمان طريه من جوه ان الموتزاريلا اللي انا حطيتها مدياها كده طعم جوسي كده حلو قوي من جوه، ومن بره مقرمش. بجد كان طعمه خرافي. وعلى حسب تتبيله لحمتك برضو اللي انت بتتبليها، لو كترت البهارات قوي فيها هتغير طعم الاكل. كده انا كده كده كنت مقطعاه قبل ما ادخله الفرن، فهعيد تاني على التقطيعه دي. وهطلع بقى ايه معاكم كده تشوفوا بقى الجمال والحلاوه اللي فيها بالشكل ده كده. عايزه اي حد بقى يجربه بطريقتي يقول لي رايه فيها ايه. بالشكل ده كده. واو سخن بقى كده وايه، وحاجه كده ايه تدفي. احلى حاجه السنه دي ان رمضان جاي في السقعه مش جاي في الصيف، فتحسي ان انتي حتى مرتاحه في الصيام او كده، ما مش حاسه بتعب صيام ولا حاسه بتعب حاجه خالص. جو حلو جدا. وربنا يتقبل مننا يا رب. بص بقى يا حبايبي، شايفين؟ هنا بحاول اوريها لكم كده. شايفين الجبنه عامله ازاي؟ بجد حركه الجبنه دي حركه حلوه جدا جدا، مغيره طعم اللحمه خالص بالشكل ده كده. طبعا دلوقتي كنت لسه صايمه فمش هينفع ادوق معاكم، ف ده قبل الفطار بالشكل ده كده. عايزه بقى كومنت حلو كده تشجيع ليا علشان اكمل ايه انزل لكم بقيه وصفاتي، و... ولايك حلو كده منكم عشان الفيديوهات تترفع. وبتمنى ان انا يعني وصفاتي تكون بتعجبكم كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.